زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أحبتي مشاهدي قناة سلام الفضائية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا إريتريا، والذي نناقش فيه العديد من القضايا المتعلقة بشأن أمتنا الإريترية. حلقة اليوم ستكون تضامنا مع أحوال المعتقلين الإريتريين وأسرهم، ونحن في هذا الشهر المبارك ومع ذكرى يوم المعتقل الإريتري، كان لزاما علينا أن نعرج على أحوال المعتقلين الإريتريين وأوضاعهم داخل السجون الإريترية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج عنهم وأن يعين أسرهم وذويهم. للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من خارج الاستوديو الدكتور حسن سلمان، الباحث والمحلل في الشأن الإفريقي. مرحبا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا مشاهدين، أهلا بكم. كما أرحب بفضيلة الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد. مرحبا بكم. مرحبا. ويسعدني مشاهدي قناة سلام الفضائية بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم المتعلقة بهذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، أو عن طريق رقم الواتس الذي يظهر أسفل الشاشة 0044 7947 831417. بداية دكتور حسن سلمان، نريدك أن تحدثنا في لمحة تاريخية وتعريفية عن المعتقلين الإريتريين عموما ويوم المعتقل الإريتري بشكل خاص، وما هي أسباب ودوافع اعتقالهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث عن قضية المعتقلين والانتهاكات المصاحبة لهذه الظاهرة يستلزم حقيقة أولا أن نقف على طبيعة هذا الشعب المعطاء، الشعب المناضل، الشعب الذي ضحى تضحيات كبيرة جدا في سبيل بناء وطن تسود فيه الحرية والاستقلال. وبعد نضالات طويلة، يعني يمكن 30 سنة من الحرب مع المحتل الأثيوبي، وقبلها نضالات كذلك عديدة مع البريطانيين ومع الإيطاليين، استطاع الشعب الإريتري أن ينتزع بفضل الله سبحانه وتعالى، أن ينتزع وطنه وأن يسجل دولته وأن يرفع رايته بين الأمم. ولكن كانت الصدمة والمشكلة الكبرى ما بعد التحرير، وهو عندما يعني وصل إلى السلطة في إريتريا تنظيم سياسي واحد، مكون سياسي واحد، وتنكر لكل مجاهدات الشعب الإريتري وقواه السياسية بمختلف اتجاهاتها. وبالتالي أنا في تقديري الأزمة الحقوقية والأزمة القانونية التي يمكن أن نتناولها من خلال أو نتناول من خلالها ظاهرة الاعتقال والمعتقلين هي في الحقيقة فرع عن الأزمة السياسية. يعني الأزمة السياسية تفرعت عنها جملة من الأزمات، تفرعت عنها أزمة دستورية، تفرعت عنها أزمة حقوقية، أزمة عدلية، أزمة تنموية، إلى غير ذلك من الأزمات. كما يقول عبد الرحمن الكواكبي إن الاستبداد السياسي هو أس الأزمات وحله في الشورى الدستورية. وبالتالي مسألة المعتقلين وظاهرة الاعتقال أو الانتهاكات الحقوقية في الاعتقالات في داخل إريتريا بدأت مع التحرير مباشرة، وأخذت أشكال عديدة حقيقة.
يعني في البداية بدأت مع معوقي أو معاقي حرب التحرير، إنما كانت لهم مطالب في عشية الاستقلال. ثم بدأت بعد ذلك بقضية المعلمين والدعاة واعتقالات هؤلاء بكميات كبيرة. ثم تدرج بعد ذلك ظاهرة الاعتقال لتطال كذلك بعض مكونات تركيبة الجبهة الشعبية نفسها، وخاصة مجموعة 13 ومجموعة 15، يعني هذه المجموعات الكثيرة. ثم بعد ذلك محاولات أيضا بعض مكونات الجيش، وخاصة مجموعة يناير 21 يناير. هذه كلها هي عبارة عن يعني سلسلة من المحطات التي يمكن أن نشير إليها فيما يتعلق بظواهر الاعتقال. تتكلم على كل الآن المنظمات الحقوقية الدولية في حدود 10,000 سجين، ولكن معروف أن هذه المنظمات لا تمتلك المعلومات التفصيلية والدقيقة، لأننا لسنا أمام دولة مفتوحة سجونها ولا أيضا تسود فيها الشفافية ولا الإعلام الحر حتى نستطيع أن نتحدث عن أرقام بعينها. فالأرقام على كل لا تقل في كل الأحوال عن 20,000 شخص، يعني 20,000 شخص. هؤلاء كلهم أوضاعهم مجهولة، طريقة اعتقالهم مجهولة. الأوضاع بتاعت الاعتقال أشبه بحالة الاختطاف منها إلى حالة الاعتقال الذي تقوم به الدول وفق أطر قانونية ووفق أيضا يعني خطوات محددة سلفا تتبعها الجهات العدلية وتتبعها النيابة للوصول إلى إدانة الشخص إن كان مجرما أو إطلاق سراحه إن كان بريئا. فهذا باختصار فيما يتعلق بتاريخ الاعتقالات، بدأت منذ بدايات التحرير ومستمرة إلى يومنا هذا. نعم، أحسن الله إليكم دكتور حسن سلمان. فضيلة الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد، لو تحدثنا عن أوضاع المعتقلين الإريتريين داخل السجون وطرق التعامل معهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البدء يطيب لي أن أتوجه بالشكر لشبكة السلام، ربما هذه أول إطلالة فيها بشكل مباشر، ويسعدني أن أكون ضيف مع أخونا المفكر الدكتور حسن سلمان. أوضاع المعتقلين والمغيبين نحن في الحقيقة لا ندري عنها شيئا إلا من خلال بعض الشهادات التي أدلى بها بعض الشهود الذين فلتوا بأعجوبة من هذه المعتقلات. والشهادات التي تلقيناها في التنسيقية خلال السنوات الماضية تؤكد أولا حالة التعذيب والإكراه والضغط النفسي ومحاولة انتزاع الاعتراف من المختطف، وأقصى الحالات التي تمارس عندما يأتي المعتقل أولا لا توجه إليه تهمة، ولكن يطلب منه هو أن يعترف بجريمته، ويظل يمكن سنوات طويلة يسأل كل مرة في الشهر أو في العام هتعترف بجريمتك أم ستظل على الوضع الذي أنت فيه. ولذلك الدكتور عبد الله جميع لما تعب من هذه الحالة قال لهم: ما هي الجريمة التي ينبغي أن أعترف بها؟ يعني أنا أصلا لا أعرف. قالوا: تعترف أنك أنت جاسوس للسودان. فقال لهم: بس أنا لست بجاسوس. قالوا: لا، هذا إما حتمشي تشوف نجوم النهار وستغيب إلى الأبد، وإما أن تعترف وخلاص. يعني قال: يعني وماذا أفعل حتى أعترف؟ فأعطوه ورقة قالوا له: اكتب أنك أنت جاسوس للسودان ومارست يعني التآمر على وطنك، وأنك أنت مجرم، وأنك أنت تستحق العقاب. فكتب هذه الوثيقة ثم مضى فيها وخلاص ذهب هكذا. فهذه هي الممارسات يعني الغريبة العجيبة التي لا توجد في أي بلد في العالم. يعني أنت تصور ما شئت من القساوة وانتهاك آدمية الإنسان وسلب كرامة الإنسان. لا نعرف في تاريخ البشرية يعني تحقيق أو ممارسات بهذا الشكل العنيف. فهذا الجزء فقط حتى تعلم أن المعتقل هذا ما يقابل به. وأنا أظن في حالات ربما كثيرة جدا
طلب منها أن تعترف. أنا أتوقع أنه مثلا المعلمين والمشايخ طلب منهم مثلا أن يعترفوا بأنهم هم مثلا أذرع تدمير في البلد، إرهابية لحركة الجهاد الإريتري آنذاك أو لأي جماعات متطرفة. ربما يكون مثلا قالوا لهم اعترفوا أنكم أنتم أتباع بن لادن أو أنتم أتباع كذا. قد يكون طلب منهم شيء فظيع وهم قالوا والله يا أخي إحنا ما ممكن نعترف، لأن دي جهات يعني ناس علماء وناس يعني يتحلون بالصبر الكبير ويعلمون إذا هم أقروا بهذا الشيء أن هذا الأمر سوف يمارس في شعبهم. فأنا أعتقد هؤلاء الناس ربما رفضوا هذا الأمر، وبالتالي هم في هذا العناء وفي هذا العذاب يعني المستمر، لأنهم يعلمون لو أقروا بهذا الأمر سوف يكون الحبل على الجرار يستمر على البلد بهذه الطريقة. إذن توصيف هذه الحالة نفسها أمر صعب. يعني أنت لو جبت أي إنسان حقوقي، أي ناشط في مجال حقوق الإنسان، أي إنسان عقل دستوري يعني وطلبت منه أن يضع توصيف لهذه الحالة، أنا أعتقد سوف يكون هذا الأمر شاقا وصعبا جدا. يعني هو شيء أشبه بعصابات تخطف الناس وتتلذذ بتعذيبهم بطريقة سادية. يعني ممكن ربما أن يكون هذا أشبه للحالة التي نحن في إريتريا فيها. نعم، الله المستعان. بارك الله فيكم شيخ محمد جمعة. مشاهدينا الكرام، نخرج فاصل ونعود إليكم إن شاء الله بإذن الله. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة سلام الفضائية، عدنا إليكم من جديد. فضيلة الشيخ محمد جمعة أبو رشيد، لو عدنا إلى النقطة السابقة بخصوص طرق التعامل مع المعتقلين من ناحية المعتقدات الدينية، هل يسمح لهم بأداء الصلاة والصيام والأمور الدينية؟ والله وكل ما ندلي به نحن هنا هو ما فقط أدلى به الشهود، لأن المعضلة الكبرى إلى يومنا هذا لم تتمكن أي مؤسسة حقوقية إريترية أو أي وسيلة إعلامية إريترية أو منظمة حقوقية دولية أو أي وسيلة إعلامية دولية لم تتمكن قط من الاقتراب من هذه المعتقلات. وبالتالي كل ما عندنا هو شهادات الشهود التي أدلوا بها. فغالبا لا يوجد أصلا، يعني حتى السجين حتى بالمستوى الفردي كما ذكر الثلاثة من الشهود أنهم كانوا يصلوا بطريقة سرية بطريقة فردية،
في زنزانتهم، وأحيانا كانوا لا يعلمون الأحكام الفقهية إذا لم يجدوا ماء. يعني إذا الإنسان ما وجد ماء كان لا يعرف كيف يتصرف، وهذا ما يسمى عندنا في الفقه الإسلامي بفاقد الطهورين. ولأنه إنسان بسيط وليس عنده من يفتيه. تتصور أن في السجون في العالم أن السجناء عندهم مرشد روحي، يأتي عندهم قسيس كل أسبوع، يأتي عندهم شيخ في تأهيل سلوكي وممارسات اجتماعية وحتى عمل داخل السجون. لكن اللي موجود في البلد حتى الصلوات غير مسموحة، دعك من أن يكون هناك مكان مخصص للصلاة أو أي نوع من الممارسات. حتى دعك من الناس الذين هم في التغييب أصلا. يعني حتى مثلا معسكر ساوى بتاع الخدمة الوطنية التي يمتحن فيه الطلاب للشهادة الثانوية، هذا المعسكر في بداياته عندما بدأ كان الصلاة مسموحة فيه، وكان يصلوا الطلاب وكان يصلوا بعد الإداريين، لكن بعد ذلك أصبح ممنوعا. والغريب في أريتريا عندما تقول ممنوع أنت لا تتحدث عن قانون، لأن أصلا لا يوجد أصلا القانون الأساسي المنظم لحياة الناس في كل مناحي الحياة. أبو الدساتير هو أصلا معتقل عند الرئيس. يعني الدستور الأريتري اعتقل سنة 97 وهو رهن الاعتقال في مكتب السياسة أفوارقة، وبالتالي من أين تنبثق القوانين؟ هو كل حاكم إقليم أو كل جنرال يضع له طريقة يعني على هواه يسير بها الناس. وبالتالي يعني مثلا هذا معسكر ساوى ذكروا لنا كثير من الشهود الطلاب أن مثلا بعض الطالبات ذكرنا أنهن كنا يصلين في غرفتهن، فكانت الوحدة تكون في السرير جاهزة، تجيب الملاية قريب منها فتبدأ تصلي جالسة مثلا أو واقفة، فإذا دخل أحد من الخارج رمت نفسها في السرير وتغطت كأنها نائمة وتمارس صلاتها يعني برأسها أو غير ذلك. يعني شيء غاية في الغرابة. إذا نحن كل ما ندلي به في هذا الاتجاه هي شهادات نسمعها من كثير من الناس، ثم لا تكتفي أنت بشهادة شخص واحد معتقل خرج أو بشهادة مثلا طالب كان في هذا المخيم، إنما تسأل 20 30 40 أنك في حاجة إلى توثيق هذه الأشياء. يعني وردت عندنا كثير من الشهادات بأن مسألة الصلوات والعبادات أصلا غير واردة لأي دين يعني لا مسلم لا مسيحي. يعني هي المسألة هذا النظام يعني لا لون له ولا طعم له ولا شكل له، هي عبارة عن كتلة قبيحة خراسانية صماء متجردة من الإنسانية تماما. دعك من أن تكون هناك قضايا روحية ومسائل يمكن أن تريح ضمير الإنسان أو الإنسان أن يناجي ربه في البلد. بالعكس يعني هي هذه الخرسانة الصماء يعني كلما اقترب منها إنسان ارتطم بها وفقد كل الإحساس بالكرامة. ولذلك تجد الآن الإنسان الأريتري ممكن أن تمارس ضده حالات عنف تصنف من أبشع الأنواع العنف يمكن في أي مكان في العالم. الإنسان الأريتري يراها ما دام هو ما مات يعني هو بخير خلاص، يعني ما دام مثلا ما بتروا رجله أو فقعوا عينه يعني ما مشكلة، جلدوه بالسياط أو أهانوه أو صفعوه أو قيدوه مثلا في حالة يرثى لها أو حرموه من الطعام أو من النوم. هو كل هذا لا يراه الإنسان الأريتري يعني كارثة خلاص، يعني لأنه المرارة والمصيبة أصبحت شيء لا يطاق. فكما قال المتنبي كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكون أمانيا. فهذا هو الحال، ونسأل الله ربنا يجيب الفرج في هذا الشهر الفضيل. اللهم امين اللهم امين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ محمد جمعة أبو رشيد. دكتور حسن سلمان، هنالك العديد من الأطفال القُصّر داخل السجون الإريترية تم اعتقالهم وهم دون سن 18 سنة، يعني ما هو مصير هؤلاء الأطفال؟ طيب شكرا. يعني بس أحب أضيف على ما ذكره الأخ أستاذ أبو رشيد، وهو أن أي دولة من الدول تقيم دائما كونها دولة محترمة لنفسها محترمة لشعبها،
منضوية ضمن المنظومة الدولية بإطار صحيح، أم أنها فعلا عبارة عن مافيا دولية ولكنها هي في النهاية في شكل دولة؟ ما نلاحظه بشكل واضح أن الدولة الإريترية الآن لا تستطيع بأي شكل من الأشكال أن تطلق عليها منطق الدولة. يعني هنالك دول تمارس عليك الظلم حتى، ولكن أنت تشعر بأنك ضمن سيستم قانوني، ما في إشكال. يعني هنالك دستور، هنالك قوانين، هنالك مؤسسات عدلية، هنالك نيابة، يعني هنالك مواثيق دولية توقع عليها الدول، ثم بعد ذلك تنزل هذه المواثيق إلى دساتيرها ثم إلى قوانينها وهكذا. للأسف الشديد بالنسبة للدولة الإريترية هي خارج كل ذلك. يعني لست أنت أمام مشهد تستطيع أن تحاكم فيه هذه الدولة إلى منظومة الدول التي فعلا تخضع لما يعرف بمنطق الدولة. يعني هذا الأمر غير موجود. فأنت لست أمام جهة يعني دولة تخضع لبرلمان، دولة تخضع لدستور، دولة عندها يعني مؤسساتها موزعة. لا، أنت أمام دولة مختطفة تماما من شخص واحد، هو هذا الرئيس الدكتاتور. لا يرى شيء هنالك أصلا. يعني بإمكانه أن يعتقل الشعب كله دون أن يحس بتأنيب ضمير. بل الآن هنالك حقيقة من ينظر إلى أن المسألة يعني بدأت الآن هنالك شكوك تساور الكثير من الإريتريين حول أن هذا النظام هل فعلا يعاقب الشعب الإريتري على ثورته التاريخية؟ هل يعاقب من خلال هذه السجون، هذه المعتقلات، هذا التدمير النفسي، هذا القتل الجماعي، هذا التشريد؟ هل فعلا والله نحن أمام نظام وطني كان يسعى إلى أن يحقق حرية وكرامة الإنسان الإريتري، أم أن والله هذه الفئة التي تتربع الآن على السلطة في إريتريا في حقيقة الأمر لا تنتسب إلى هذا الشعب ولا تحس بآلامه ولا تشعر بتطلعاته بقدر ما هي تشعر بأن هذا الشعب يجب أن يعاقب على خطوة تاريخية اتخذها يوما ما، وهي خطوة التحرير وخطوة الثورة. وبالتالي الآن يحصل تدمير كامل ودون أي شعور، كما تفضل أخونا أبو رشيد جزاه الله خير. يعني الآن صار الإنسان الإريتري كونه والله هو سليم ما قتل يعتبر نفسه فعلا ما في مشكلة. وهذه إشكالية كبيرة جدا، إنه والله أن تنتهي ثورة شعب، ثورة كرامة، ثورة حرية، أن تنتهي إلى هذا النموذج السيء جدا، النموذج الأسوأ يمكن في التاريخ البشري. هذه إشكالية على كل كبيرة جدا. من القضايا اللي أحب أنبه عليها، نلاحظ الآن مثلا الدولة الإريترية بحكم وجودها في الأمم المتحدة توقع على بعض المواثيق، لكن هذا التوقيع لا يلزم منه أي تنزيل لأي وضع قانوني على البلد أبدا. يعني هي مثلا توقع على اتفاقيات مثلا حقوق الإنسان، يعني لا يمكن لدولة تكون عضو في الأمم المتحدة، وبل نالت أخيرا يعني عضوية مجلس حقوق الإنسان، وهذه من المضحكات طبعا المبكيات. ثم مع ذلك لا تجد هذه الدولة أي أثر لهذه القضايا التي تم التوقيع عليها. هنالك قضايا يمكن أكثر يعني تجعل الإنسان أكثر ألما، وهو مثلا اتفاقية مناهضة التعذيب. اتفاقية مناهضة التعذيب وقعت عليها الدولة الإريترية إلا البند المتعلق بالتعذيب عند التحقيق. يعني تصور أنت كأنما الدولة تريد أن تقول للمجتمع الدولي إنه والله موضوع التعذيب عند التحقيق هذا الدولة الإريترية لا تلتزم به. يعني هي تشهد على نفسها بأن هذا البند مفعل جدا، فالشعب الإريتري يعذب في التحقيق، وأسوأ أنواع التعذيب يكفي أنك أنت لا تعرف لما تم اعتقالك، ليست هنالك مذكرة اعتقال يتم التعرف من خلالها على جريمتك، ليست هنالك محكمة عادلة تقدم لها فتشعر بأنه والله أنت الآن أمام على الأقل قاضي يستطيع أن ينصفك، لست أمام إجراءات متعلقة بالجوانب القضائية وقضايا الإثبات، لست أيضا أمام حقوق حتى بعد السجن. يعني يقال إنه مثلا خلاص بعد أن يعترف الشخص، تصور إنه ما في جهة تقدم بأنه لتثبت عليك الجريمة، أنت مطالب بأن تثبت الجريمة على نفسك. الأديان كلها والقوانين والتشريعات البشرية كلها تعطي الإنسان الحق في أن ينجي نفسه بأي طريقة. يعني ما في جهة مطالب فيها الإنسان أن يدين نفسه. يعني أنت كجهة قانونية مطالب أن تدينني وأن تثبت علي الجريمة، لكن أنا ما مطالب أن أدين نفسي إلا في الحالة الإريترية. يعني أنت بالغصب تثبت على نفسك بأنك مجرم وتكتب هذه المسألة، ثم إذا ذهبت إلى القاضي وحاولت أن تنكر هذا الموضوع فيا ويلك، فإنك تعود مرة أخرى إلى المراحل بتاعت الزنازن الفردية المتعبة جدا. يعني تأخذ فيها 2 3 4 ولا يلتفت إليك أحد.
إذا استطعت أن تكتب بأنه والله خلاص أنت مجرم، هنا تحول إلى السجون العامة وتأخذ فيها على كل المدد أيضا الطويلة التي في هذه الفترة. تصور أنت ليس هنالك أهل يزورونك ولا أهلك يعرفوا أنت حي أم ميت. إذا كنت أيضا ميت الأسرة لا تعرف إنه والله الحقوق الشرعية ما بعد الموت من ميراث من عدد من غيرها بالنسبة للنساء. كل هذا للأسف الشديد تمر به الحالة في إريتريا. وبالتالي حقيقة إن كان هنالك من ثورة حقيقية للشعب الإريتري أن يثورها، هي ليست ثورة التحرير التي ولدت وأسفرت عن الاستقلال، ولكنها الثورة التي يجب أن يقودها الشعب الإريتري ضد الاستبداد، ضد انتهاك الحقوق، من أجل هذه الكرامة الإنسانية التي كرم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بقوله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. هذا الكائن المكرم للأسف الشديد الآن في إريتريا يمر بأسوأ حالات الانتهاكات الحقوقية، الانتهاكات المتعلقة بالشخص، الانتهاكات التي تطال أسرته. يعني أفرض أنك أنت والله مجرم، ما ذنب الأسرة أن تعذب معك؟ يعني ما ذنب الأطفال، ما ذنب النساء، ما ذنب المرأة؟ على كل هذه إشكالات كبيرة جدا وكثيرة في تقديري متعلق بهذا الجانب. فيما يتعلق بموضوع الأطفال أو اعتقالات الأطفال، طبعا أنت في نهاية المطاف لست أمام حالة كما ذكرت أنا، لست أمام حالة دولة تخضع لقوانين. فمعروف أنه في كل الدنيا إذا كانت هنالك جرائم ارتكبها القُصّر أو الأحداث فإنهم يخضعون لمنطق الإصلاح، لا يذهبون إلى السجون ولكنهم يذهبون إلى الإصلاحيات. ولكن في الحالة الإريترية الأطفال على الشيوخ على الكبار على النساء كلهم في الهم سواء، فليس هنالك فرق. وخصوصا فيما يتعلق بالتجنيد الإجباري، طبعا هذا فيه الكثير من الإشكالات التي تطال حقيقة موضوع الأطفال وتأخذ مساحات كبيرة. فعلى كل هنالك الكثير مما يمكن أن يسجل في هذا الجانب، ولكن ما ذكره أخي أبو رشيد وهو أنك أنت لا تستطيع في هذه اللحظة مثلا أن تتكلم عن أرقام بعينها، أرقام محددة، إنه والله كم حجم الأطفال، كم الأطفال الذين يخضعون يعني انتهاكات حقوقية في السجون، لأن هذا الأمر خارج دائرة المتابعة. حتى بعد أن دخلت إريتريا إلى مجلس حقوق الإنسان وكان الكثيرون يتطلعون إلى أن الدولة الإريترية ستبدأ في تحسين سلوكها وتفتح سجونها للزيارات الدولية ولمنظمات حقوق الإنسان، إلى هذه اللحظة للأسف الشديد لم يحصل أي شيء في هذا الاتجاه، بل ما كان يعانيه الشعب الإريتري من انتهاكات حقوقية ومن انتهاكات كبيرة وجسيمة، إذا بها الآن تتعدى الحدود الإريترية وتمارس هذه المافيا الإريترية تمارس نفس الجرائم الآن ما وراء الحدود لشعوب أخرى ولاتجاهات أخرى. وربما المجتمع الدولي حاول أن يستيقظ الآن بعد أن شعر بأنه والله هذه الجرائم ما عادت تطاق وقد تجاوزت الحدود. ونحن نقول للمجتمع الدولي نفس المواطن الإريتري وانتهاكات حقوقه والتعدي عليه ليس أقل جرما من الانتهاكات خارج الحدود. فالإنسان هو الإنسان سواء داخل الحدود الإريترية أو خارج الحدود الإريترية. فما دام أن المجتمع الدولي لم يكبح أصلا جماح هذا النظام وبل كان ينظر إليه بأنه يحقق لهم الضبط والسيطرة في منطقة القرن الأفريقي، وكانوا يتماهون مع كثير من قضاياه وتساهلوا معه حتى تصور بأنه هو فوق القانون، فذهب الآن ليمارس نفس الهواية إلى شعوب أخرى وشعوب مجاورة ويورث الآن الأحقاد والضغائن والمشكلات الكبيرة للشعب الإريتري من خلال هذه الجرائم التي ترتكب الآن خارج الحدود. نعم، أحسن الله عليكم دكتور حسن سلمان. فضيلة الشيخ محمد جمعة، ما هي آخر مستجدات المعتقلين الإريتريين الذين هم متواجدين داخل السجون الإريترية؟ هو فقط الأمل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ما زال الوضع يزداد سوءا. الآن عندنا كان في لاجئين متواجدين في إثيوبيا في منطقة تيغراي، ولما اندلعت الحرب الداخلية في إثيوبيا بين الحكومة المركزية وإقليم تيغراي، تعرض هؤلاء اللاجئين إلى تشريد، أو لسنا ندري إن كان اختطاف أو اختفاء. فذكرت المنظمات الدولية والصحافة العالمية أن 20,000 إريتري
اختفوا. إلى الآن قد يكون بعضهم يعني تسرب إلى السودان هربا، وبعضهم قد يكون دخل إلى داخل إثيوبيا، أو قد يكون بعضهم مختطف كما يقال من قبل الحكومة الإريترية وتم القبض عليه، وقد يكون تم ترحيل بعضهم إلى إريتريا. على كل حال ما زلنا نبحث المعلومات، والوضع ما زال ضبابي. تصور أنك أنت لا تدري مصير 20,000 لاجئ، لا تدري مصير 20,000 لاجئ، حالة من القلق لا تتصورها في وقت نحن نتكلم فيه على مغيبين. سيدخل القاضي المناضل الرمز محمد مرانت في يوم 17 شهر 7 القادم بالكمال والتمام، سوف يكمل 30 عام في المعتقل، و27 سنة 29 سنة الآن المسيرة على هذا الشكل. بينما نحن نتكلم على هذا ونتكلم على مجموعة الوزراء G15 ونتكلم على السفراء ونتكلم عن المختطفين من خارج الحدود من دول الجوار وغيرها، يضاف إليك ألم جديد وأنت لا تمتلك المعلومات حتى على هذا الأمر حتى تتحدث عنه أو تتكلم عنه، حتى ما أنت تستطيع أن تجمع المعلومات وأن يكون عندك إحصائيات على الأقل تقريبية أن هذا العدد مثلا كذا ألف دخل منه داخل إثيوبيا، كذا ألف لجأ إلى السودان، كذا ألف ربما متسرب في داخل تجراي لأنهم أقربائهم، يعني ربما يكون بعض الناس احتمت بأهاليها وأقربائها في داخل هذه المناطق، وقد يكون عدد ضخم جدا أو العدد ربما كله خطف وأخذ إلى إريتريا. فنحن في حالة قلق وارتياب مستمر، يعني الاعتقالات هذه لم تتوقف يوما، والإنسان الإريتري يقتل في أتفه الأسباب. يعني ممكن أنت أن تكون هربت مثلا 10 كيلو سكر ومصيرك يكون بسبب هذه 10 كيلو سكر ممكن يكون مصيرك إلى إخفاء أبدي. فالوضع يزداد قتامة وسوءا، ولذلك ينبغي النشطاء وكل الجهات الإريترية أن لا يعني تنظر لهذا الملف بنوع من البرود، أو حتى الناس اللي في الخارج أن ينضموا إلى قافلة المعذبين نفسيا. يعني أنت هناك هو الإنسان يعذب وليس له أي أمل من ينصره. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن يعني هناك من البشر من يقولون اللهم أخرجنا رب من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فإذا كان الناس اللي في الداخل يقول ربنا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فعلى الأقل لا نستطيع نحن أن نكون يعني صوتا ينصر هؤلاء الناس ويرفع القناع عن هذه الجرائم ويكشف سوءة هؤلاء المجرمين، ويحاول على الأقل أن يضع قوائم لمن انتهكوا إنسانية الإنسان. ولأن الإشكال اللي قاعد يواجهنا الآن كل هذه الأحداث التي نتحدث فيها الآن، أكبر إشكالية موجودة هو الإفلات من العقاب، إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب. وهذه حتكون واحدة من أسوأ الحالات الإنسانية الفريدة في العالم، أن يكون الآلاف من الناس انتهكت كرامتهم وديست كرامتهم وانتهكت إنسانيتهم، ثم بعد ذلك الذي فعل بهم هذا ربما يوم من الأيام سوف ينسب له تمثالا باعتباره بطل. وهذا هو العذابات التي تنتظر الشعب الإريتري والقلق على مسير الكثيرين. لذلك حال المعتقلين والمخطوفين والمخفيين داخل البلد ليس عندنا أي علم ما يحدث لهم في هذه الزنازل. كما قلت لك هذه الزنازل قل ما يخرج منها إنسان ناجي، قل ما يخرج منها، ومن خرج منها أدلى بشهادات قاسية جدا ومؤلمة جدا، لا صحة، لا طعام، لا رعاية نفسية، لا يعني حتى الإنسان يعني تصور يعني بتجلس أنت مثلا السجين في داخل السجن يحسب أيامه، يعيش على أمل أنه بقي لي 2 بقي لي 5 سنة، بقي لي 10 سنة، بقي لي 20 سنة، ويسعد أنه مثلا ربما أحيانا هذه المسائل تقطع له بأن يتلقى أخبار أهله، يعرف أن ابن فلان مثلا درس وتعلم، أسرته بخير، أولاده بخير، فيعيش هذه الآمال ويجعل له عالم داخلي مع المساجين. وحتى زي ما
يوسف في السجن يعني يقول يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، قاعد يمارس الدعوة داخل السجن. فالسجين يستطيع أن يقضي أيامه ولياليه ويتحمل كثير من العذابات ويصبر، خاصة إذا سمع أن فلذات أكباده وزوجته وأبنائه بخير. الحالة الموجودة عندنا ألم وعذاب يعني وكسر إرادة داخل هذه الزنازين لمن غيبوا، حيث أنهم لا يعلمون عن مصير أبنائهم شيئا، ويعني عذاب وألم للذوي المعتقلين الذين يجهلون مصير أهليهم وذويهم. حالة غاية في الغرابة وحالة غاية في الصعوبة. إذن أمامك شخص الآن مهتم بهذا الملف منذ سنوات طويلة جدا، ومع ذلك يقول لك أنا لا أدري ماذا يحدث بالتحديد داخل هذه المعتقلات، لكن الشهادات التي نتحدث عنها أن الوضع في غاية السوء، وغالبا يعني يكون كثير منهم مات تحت التعذيب والإهمال الطبي والغذائي، وقد يكون الكثير منهم أصيب بعاهات وخرج فعلا بعد المغيبين وهم يعني تقريبا يعني فاقدي الذاكرة، وبعضهم خرج هو مسدوم نفسيا إلى الآن لا يتحدث. عندنا أحد الأخوة الدعاة خرج بعد 15 سنة، وذكروا أقاربه بأنه أخذ ضمن المعلمين في التسعينات وأدخل في المعتقل وبقي فيه تقريبا 15 سنة وقليل، وفجأة جو قالوا له خلاص اذهب إلى بيتك. لا يعرف لماذا أخذ ولماذا دخل ولماذا حصل. فأثرت فيه هذه حالة عدم التحقيق معه طوال هذه المدة، أثرت فيه نفسيا وأصيبه. إلى اليوم هو لا يتكلم، موجود الآن بسلام ولكنه رافض أن يتحدث يعني، وهو لا يعمل الآن حاليا كما سمعنا، فقط يعني جالس والحمد لله انتظرته أسرته يأكل ويشرب ولا يتحدث على هذه الأمور يعني. هذا هو هذه التغييب يعني. الله يجزيكم الخير شيخ محمد جمعة. دكتور حسن سلمان، في ظل التغييب الكامل للمعتقلين يعني ما هو دور المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان من هذه القضية؟ والله يا خول، بالنسبة لموضوع المنظمات الدولية للأسف الشديد ظلت تتغافل ولا تنظر باهتمام كبير لموضوع الانتهاكات الحقوقية للإنسان الإريتري، وكانت نقطة البداية والالتفات في 2001 2003 وانت ماشي لقدام، نتيجة انه والله مآخذ النظام الدولي على النظام الإريتري فيما يسمى بتهديد الأمن والسلم الدوليين، يعني تدخله في الصومال، تدخله في جيبوتي، تدخله في أثيوبيا. بدأت بعد ذلك تحرك الأمم المتحدة الملفات الحقوقية في هذا الاتجاه، فكان تحريك الملف الحقوقي والانتهاكات الحقوقية في إريتريا نتيجة أسباب خارجية وليست أسباب داخلية. مهما قلنا على كل ظل النشطاء والحقوقيون الإريتريون يتعاملون مع هذا الملف بشكل إيجابي، واستطاعت الحمد لله المجموعات أن تصل إلى مراحل متقدمة جدا، وخصوصا بعد أن تم تكليف يعني شخصيات مكلفة من الأمم المتحدة بملف الانتهاكات الحقوقية في إريتريا. واستطاعت هذه الجهات رغم عدم قدرتها الدخول إلى داخل إريتريا وعدم تجاوب النظام الإريتري في الداخل، إلا أنها استطاعت أن تصل إلى لفت أنظار المجتمع الدولي عن حجم الانتهاكات، بل وصلوا إلى مرحلة أن هنالك جرائم في إريتريا ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وبينما الناس حقيقة تسعى في اتجاه هذا الملف وذاهبة لتقديم الملفات الحقوقية التي فيها انتهاكات جسيمة بحق جرائم ضد الإنسانية، بينما المجتمع الدولي يتهيأ للذهاب إلى محكمة الجنايات، حصلت طبعا عملية السلام ما بين إثيوبيا وإريتريا، وإذا بهذا الملف أيضا يحصل فيه نوع من التراجع، وفجأة يتحول هذا المجرم، هذا القاتل، هذا المنتهك لحقوق الإنسان، هذا اللي كان ينافس مثلا ما بين يحصل المنافسة بينه وبين كوريا الشمالية في المرتبة الأولى في الانتهاكات العالمية، إذا به فجأة يفاجأ الشعب الإريتري بأنه والله يدخل إلى مجلس حقوق الإنسان ويكون واحد من الذين يقررون في مصائر الشعوب والدول الأخرى، وهو أكبر منتهك لحقوق الإنسان. حقيقة هذه المسألة أوجدت صدمة كبيرة جدا للمتابعين، كيف إنه والله هذا النظام اللي أصلا فاقد لكل منطق الحقوق
وهو سيد الانتهاكات الحقوقية، كيف به يتحول إلى أو يكافأ بأن يكون عضو في مجلس لكن هكذا على كل دعنا نقول هكذا تدار الآن الحالة الدولية، حيث تغلب الملفات السياسية وتستطيع الدول الكبرى خاصة أعضاء مجلس الأمن يستطيعون التوظيف السياسي لملفات الحقوق. ما حصل ربما الآن في الآونة الأخيرة قفز بعض الشيء بسبب العوامل بسبب التطورات التي حصلت في شمال إثيوبيا في منطقة التجراي. بدأت هنا الآن بعض الدول الأوروبية تشعر بأن والله ملف الانتهاكات في إريتريا يجب أن يحرك، والآن لأول مرة حصل تحريك لملف حقوق الإنسان وإدانة لأخطر الأجهزة الإرهابية في داخل إريتريا وجهاز المخابرات، هذا الجهاز المجرم القاتل الذي يعني ما يكاد في إريتريا يذكر اسمه إلا وتذكر الجرائم ويذكر القتل ويذكر الاغتصاب ويذكر كل الانتهاكات. على كل الآن بدأت في الاتحاد الأوروبي تحديدا تحريك هذا الملف ضد الشخصيات القائمة على جهاز الأمن والمخابرات في تقييد حركة السفر، في ملاحقة هذه الشخصيات. عموما نحن بغض النظر عن الأسباب التي يمكن أن تحرك الملفات دوليا، لكن نحن علينا أن لا نمل ولا بد من العمل ولا بد من محاصرة هذا النظام، وأن لا يشعر بأنه والله هو في مأمن من الملاحقات، لأن هنالك الكثير من المنظمات والجهات الدولية اللي الآن بدأت على الأقل بعض الدول تأخذ فيها، المنظمات المدنية تأخذ فيها وضعيتها المؤثرة. أعتقد من واجب الحقوقيين ومن واجب النشطاء أن يتحركوا في هذه الملفات بما يجعلها ملفات ذات طابع فعلا دولي وتحاصر من خلالها الشخصيات المجرمة، وأن لا يتم تسوية الملفات سياسيا وتنتهي معها الملفات الحقوقية والانتهاكات الحقوقية، لأن هذا يتناقض تماما مع العدالة الدولية ويتناقض كذلك مع مفهوم العدالة بشكل عام، بحيث لا تسقط هذه الجرائم مهما طال الزمن. فعلى كل النظام الدولي أنا أعتقد بأنه حتى هذه اللحظة وضعية الإريتريين عنده ليست بالوضع المريح، ولا النظر إلى قضايانا الحقوقية فعلا ما أخذ ذاك الحجم. يعني لاحظنا كيف أن الدنيا قامت ولم تقعد في الانتهاكات اللي حصلت في تيغراي، بينما هذه لا تسوى شيء مقابل الانتهاكات الحقوقية التي مر بها الشعب الإريتري خلال 30 سنة الماضية. نعم، أحسن الله عليكم دكتور حسن سلمان. فضيلة الشيخ محمد جمعة، ما هي رسالتكم إلى أسر المعتقلين وإلى المجتمع الإريتري عموما؟ جيد. هي قبل هذه أنا أضيف إلى ما ذكره الدكتور حسن. أنا في الحقيقة عندي عتب على بعض الإريتريين، وأرجو أن يكون عتب محب. في وقت استطاع النشطاء التجراي في مجال حقوق الإنسان والمراكز الإعلامية عندهم في الخارج من تسليط الضوء ومحاصرة يمكن أبي أحمد وشدتهم الشديدة جدا والقوية في إدانة دولة إريتريا بأنها انتهكت يعني حقوق أبنائهم وارتكبت جرائم ودندنتهم الكبيرة في هذا. الإريتريون بدل أن ينظروا في حال 20,000 مصيرهم مجهول وينحوا نفس المنحى للسعي لكشف مصير هؤلاء الناس، تفرقوا إلى إريتريا دخلت أم لم تدخل، أبا أحمد ماذا فعل، هرب ما لها، يعني قضايا حقيقة انصرافية عن واقع الشعب الإريتري وعن آلامه وعن همومه. أنا أتعجب يعني أن يكون عندك، لو كان عندنا نحن يا أخي مخفية الآن، يعني لو كان 20 كلب بس يعني مخفي في تجري، أهمنا أمره يعني أنت أن يكون عندك 20,000 نسمة وأنت تتحدث جيش إريتري داخل، الجيش الإريتري خرج، مش عارف بنت تجراي عذبوها، الجيش الإريتري اغتصب واحدة، الجيش كده. أنت طيب ما مصير شعبك؟ ما مصير ناسك؟ أو هؤلاء ليسوا إريتريين يعني يهمك أمرهم. وخاصة هذا الموضوع بالنسبة للأخوة الإريتريين اللي عندهم امتدادات مع هذه المنطقة وعندهم أقرباء وأهل، وأصلا سبب وجودهم في هذه المنطقة لأنهم عندهم أرحام وعندهم أنساب في هذه المنطقة. فكيف تجاهلوا مصير إخوانهم وأشقائهم، أختك، أمك، عمتك، خالتك، أبوك الذي يعيشنا، وتتحدث عن حقوق الإنسان التجراوي انتهك حقوقه أم لا انتهك حقوقه؟ 100% نحن مع كل آدمي، مع كل حتى أي بهيمة
تنتهك كرامتها لا نرضى، وهم هؤلاء جيراننا وإخواننا، وما يصيبهم من مصاب يهمنا، ونحن ندافع عنهم ونألم بألمهم. لكن في نفس الوقت يعني أن تتجاهل قضيتك وتركز في قضايا أخرى، هذا بالنسبة يعني في نظر، من وجهة نظري، كان أمرا ينبغي الإريتريين يعني أن يراجعوا أنفسهم في تعاملهم بهذه الطريقة. تألم شعب تجراي ألم شديد على ما أصابهم، واستطاعوا أن يوصلوا إلى أقصى مدى يمكن أن يصلوا أي إنسان حقوقي أو أي إنسان إعلامي، لكن للأسف الجانب الإريتري كان مقصرا في هذا. طبعا ذوي المعتقلين أوضاعهم سيئة، إذا كان ما عندك وقت طبعا يعني أكتفى أنا أنه فعلا أوضاعهم سيئة وألمهم مستمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أن يكثر الدعاء، ونكثر لنا نحن أيضا معهم الدعاء أن يفرج الله عز وجل وأن يكحل عيونهم بلقاء ذويهم. يعني وصل كثير من أبناء المعتقلين اللي كانوا يتحدثوا في الأيام الماضية قالوا نحن خلاص، يعني نحن فقط عايزين نعرف قبر آبائنا أينهم عشان نقرأ عليهم الفاتحة فقط، يعني ورونا وين دفنتم آبائنا. فهذه الحالة نرجو أن لا يتسرب إليهم اليأس. فالرئيس الإريتري اللي تحت إشرافه اقتيد هؤلاء الأعداد الضخمة إلى المعتقلات هم في أعمار سياسة، الكثير منهم وسياسة عايش، فلا تفقدوا الأمل أن آباءكم ربما قد يكونوا، الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى ولكل أجل كتاب. فالأمل أن لا يتسرب إليهم يعني الأمل، يظل الأمل موجود وقائم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يفرج عليهم يعني. اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد جمعة أبو رشيد. في الختام أشكر فضيلة الشيخ محمد جمعة أبو رشيد والدكتور حسن سلمان على هذا الطرح في هذه القضية المأساوية، فالحديث عنها يطول ويحتاج إلى حلقات وحلقات وساعات، لكن نأمل أن تنتهي هذه المعاناة في أقرب فرصة، سائلين المولى عز وجل بحرمة هذا الشهر المبارك أن يفرج عن الشعب الإريتري الذي عانى من هذه القضية لأعوام. أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن استماعكم ومشاهدتكم في هذه الحلقة، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريترية. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.